بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على اليوتيوب، ان شاء الله تكون حلقة مميزة جدا جدا جدا، وهنتكلم على ايفرتون هل فعلا هينضم للنادي الاهلي؟ النهارده هنقول لكم على كل التفاصيل. بس قبل ما اقول لك على كل التفاصيل وقبل ما اقول لك على كل حاجة تخص اللاعب ايفرتون، ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتدعي لاخواتنا وحبايبنا اهل غزة، ربنا ينصرهم ان شاء الله ويقويهم الفتره اللي جايه ان شاء الله. ايفرتون هو اللاعب مقسوم على نصين، تمام؟ ازاي مقسوم على نصين؟ يعني مجموعه طالعه تقول ان اللاعب خلاص قريب جدا جدا من النادي الاهلي، ومجموعه تانية بتنفي الكلام دوت وتقول لك لا، مش اللاعب مش على رضا نادي الاهلي ولا هينضم لنادي الاهلي. انا النهارده بقى هقول لك على كل حاجه وكل التفاصيل في صفقه ايفرتون في الموسم حاليا في الدوري التشيكي، وسجل 13 هدف وعمل 6 اسيست، واللاعب كمان قيمته التسويقيه 3 مليون يورو، واللاعب عنده 27 سنه. اللاعب ما عندوش اي مشكله، اللاعب طلع قال ان انا ما عنديش اي مشكله انضم النادي الاهلي، وتصريحات طلعت كده من الدوري التشيكي ان اللاعب نفسه مرحب جدا 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 بانضمامه لنادي الاهلي في الفتره اللي جايه اللي هي بتاعت يناير. احنا النهارده 2 يناير اهوت، يعني اللاعب ليه الحق اللي هو يمضي لنادي الاهلي في اي وقت. ماشي. مجموعه تانية بقى طالعه او اخبار تانية طالعه بتقول ان اللاعب يعني ممكن الخميس اللي احنا فيه النهارده بالليل يعلنوا نادي الاهلي على صفقه ايفرتون. صفقه ايفرتون مش هيعلن عنها نادي الاهلي غير لما يكون فعلا في مشكله. الاهلي معودنا على كده، يعني مثلا مشكله زي مثلا احنا هنقابل شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعه اللي هو بكره ان شاء الله. لو الماتش دوت حصل فيه مشكله، هزيمه النادي الاهلي، تعادل النادي الاهلي، والجماهير طبعا قلبت على النادي الاهلي، ساعتها هتروح جايه الاداره مطلعه البيان بالتعاقد مع اللاعب ايفرتون علشان تسكت الجماهير. صفقه ايفرتون مش هتيجي بالسهوله دي زي ما الجماهير متوقعه، لكن صفقه ايفرتون الاهلي بيتكلم عليها بالفعل، قرب يخلصها بنسبه يعني 90%. الصفقه الوحيده اللي قريبه من النادي الاهلي جدا هي صفقه ايفرتون. لاعب يعني انا اتفرجت له على فيديوهات، لاعب ممتاز جدا، لاعب مهاري جدا، ولاعب بيلعب، شفت يعني انت تحس ان انت بتلعب بلاي ستيشن كده وبتعمل ارتوهات. هو نفس النسخه دي، نفس نسخه البلاي ستيشن بالظبط، بيحط ارتو جامد جدا. اتفرجت له على اهدافه، يعني انا جبت الملخص لايفرتون كده، فجاب لي اهدافه جامده جدا، واللاعب مهاري بيعدي من 1 و2 و3، ويعني اللاعب ستايله فعلا يليق على نادي الاهلي. الصفقه قريبه جدا 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 لنادي الاهلي. معانا لاعب تاني بقى، لاعب محترم، لاعب مهذب، لاعب ما كناش يعني احنا كنا عارفين ان هو بتاع هزار وضحك وكل حاجه، بس اكتشفنا ان هو لاعب يعني لاعب كبير. هو مين؟ رضا سليم طلع مع الكابتن احمد شوبير، والكابتن احمد شوبير يعني هو سؤال اصلا ما يتسالش لاي لاعب، او لو اتسال لاي لاعب هيطلع يقول لك انا عادي، هيداري باي حاجه. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان انت اتقال لك ان انت لو اترفع اسمك من قائمه النادي الاهلي واتحط مكانك لاعب اجنبي هتعمل ايه؟ انت لو مكانه انت هتعمل ايه؟ انت كمشاهد او جمهور حطيت نفسك مكان اللاعب دوت هتعمل ايه؟ لو انت محترف هتعمل ايه؟ اسمك خالص هيتشال من النادي، يعني اي بطوله او اي جوائز انت مش هتاخد منها حاجه، انت قاعد على ان انت تبع النادي بس مش متأيد تبع النادي. فرد رضا سليم وقال اني ما عنديش اي مشكله ان يترفع اسمي طالما في مصلحه النادي، ده اللي هيحصل، يعني ما عنديش اي مشكله. انا مش اناني، قال بنفس اللفظ كده، انا مش اناني ان انا يعني ابقى موجود في القايمه ومش مساعد الفريق
واحد تاني ما يقدرش يخش بسببي، لا انا ما فيش الكلام ده عندي، انا عادي ما فيش اي مشكله. بس هو حاليا لحد دلوقتي الاهلي ما اعلنش ده، الاهلي لسه ما كلمش رضا سليم. ده الكلام دوت الكابتن احمد شوبير اللي بيسال رضا سليم على الحته دي يعني. وكمان قال في الاخر كمان حاجه بقى حزنتنا احنا لما اتسال الكابتن احمد شوبير، ساله وقال له انت يعني قول رساله، وصل رساله لوالدتك ووالدك. فقال طبعا كلام حلو جدا على والدته ووالده. وفي الاخر راح جاي قال ونفسي امنيه من ربنا ان انا يعني اروح قبلهم. فطبعا بعد الشر عليك يا نجم، وربنا يرجعك بالسلامه ان شاء الله، تكون يعني بعد الاصابه دي تكون اضافه جامده جدا في النادي الاهلي، وان شاء الله تكون تاخد فرصه اقوى من ديت. احنا عارفين اللي كابتن مارسيل كولر ظلمك في اوقات كتيره في الماتشات اللي فاتت. فان شاء الله لما ترجع من الاصابه هيبقى ليك حاجه جامده جدا في النادي الاهلي. مشكله زيزو الجزئيه الاخيره بقى اللي معانا. بص مشكله زيزو مع الزمالك، يعني عارف مشكله زيزو مع الزمالك ايه؟ انا مثلا هقول لكم حاجه عندنا احنا كفي نادي اهلي. احنا مثلا هديك مثال على رمضان صبحي. رمضان صبحي لما طلب مبلغ جامد من النادي الاهلي ما تمسكش بيه. الاهلي قال له يعني فتح له الباب، قال له اتكل على الله، حتى لو هتروح للمنافس بتاعي ما عنديش اي مشكله، بس ما تشرطش على الاهلي. فده اللي بيعمله زيزو دلوقتي، ان انا بتشرط على نادي الزمالك. نادي الزمالك اكبر من اي لاعب، وده كل الجماهير بتاعت نادي الزمالك عارفه بحاجه زي كده. لكن اللي زيزو بيعمله حاليا دلوقتي ما ينفعش. زيزو دلوقتي في اخبار ان هو هيمضي لنادي الزمالك، بس بعد ايه؟ بعد ان انا كسرت عينك، انا قلت اللي انا عايزه وهعمله. فما ينفعش ده. انا بقول لك اديتك مثال على رمضان صبحي. رمضان صبحي يعني كان نجم من النجوم في نادي الاهلي، كان الجماهير بتعشقه عشق، ما كانش حد بيكرهه. اول ما راح للحته دي، راح لحته ان انا لا انا عايز فلوس اكتر، اتكل على الله مشي. وعلى فكره رمضان صبحي جاله كذا عرض من نادي الزمالك كتير جدا ومرضيش، عشان عنده امل ل1% حتى ان هو يرجع النادي الاهلي، وده مش هيحصل. ان عشان خلاص سيستم النادي الاهلي كان غيره رجع، كان عصام الحضري رجع، كان حسام حسن رجع، كان المجموعه دي كلها رجعت. لكن احنا عندنا الحته دي بقى، دي الفرق ما بين الاهلي والزمالك، ان انت بتمسك باللعيبه. ده الجماهير طالعه دلوقتي على السوشيال ميديا بتقول لك احنا هندفع. انا والله العظيم واحد بيقول لك انا ابويا ميت وما عنديش اي مشكله ان انا ادي الراتب بتاعي كله لزيزو. ليه يا عم؟ ليه يابا؟ هو مين زيزو؟ مين زيزو عشان تدفع له الراتب بتاعك؟ انت راجل لو متجوز ولا عندك عيال واستخسرت في الفلوس ديت في عيالك عشان زيزو، يبقى انت والله العظيم انا مش بشتم، انا مش بقول لك كده عشان انا بقل منك، لا. انا لو انا يا عم انا بتكلم عن نفسي. انا لو لعب في الاهلي عايزه ومش هيقدر يدفع له، والجماهير هتدفع له، وانا متجوز اهوت ومخلف ومعايا مثلا 3-4,000 جنيه او 5,000 جنيه وهدفعهم لزيزو، احرم عيالي وبيتي واهل بيتي من فلوس ديت وعشان اديها لزيزو؟ لا، يبقى انا قليل الاصل. يبقى انا اللي قليل الاصل. جماهير طلعت دلوقتي عاوزين يكرروا تاني اسطوانه بن شرقي او تقريبا فرجاني ساسي، لاعب من الاثنين دول انا مش متذكر كويس. الجماهير فعلا دفعت له التجديد لما جدد للزمالك، والزمالك ما كانش معاه ساعتها. راح جاي الجماهير عملوا كده حمله، وفي الحمله ديت جابوا رقم كويس يعني، خلوا ان نادي الزمالك يجدد للاعب فرجاني ساسي او تقريبا بن شرقي. فده دلوقتي اللي بيتكرر مع زيزو. خلي عندك انت زي ما بقول لك تاني، نادي الزمالك ده نادي اكبر من اي لاعب، ونادي الاهلي اكبر من اي لاعب. ما تخليش ما تقللش من نفسك علشان لاعب عندك. انت ممكن تمشي زيزو، اقسم بالله لو عندك واحد في لاعب اسمه اشرف، ما اعرفش اشرف ايه كده، لو لعبته على زيزو اقسم بالله هيجيب لك الجوان وهيعمل لك كل حاجه. لو طلعت ناشئ من عندك كنادي الزمالك هيعمل لك كل ده. انت غلطه عمرك ان انت جالك الموسم اللي فات عرض لزيزو، عرض خيالي مش هيجي لزيزو تاني، اللي انت ما طلعتوش بيه.
كنت بفلوسه جبت كام صفقه. انا اهلاوي وبحب النادي الاهلي، بس ما بحبش الطريقه دي، ما بحبش طريقه اللي الزمالك بيتعامل بيها دي، ان انا هاخدك غصب عنك. مش غصب عنك، انا هاخدك غصب عن اي حد عايزك. يعني زيزو عشان الناس كلها اتكلمت وقالت هيروح الاهلي والكلام ده كله، الاهلي على فكره اقسم بالله ان في جلسه ما بين الكابتن محمود الخطيب وراجل اعمال، الراجل الاعمال دوت بدون ذكر اسامي، اتكلم مع الكابتن محمود الخطيب وكان عازمه وراح لقى مع الراجل الاعمال ده. اقسم بالله الايام دي الكلام ده حصل. راح لقى زيزو، الراجل الاعمال بيقول له شوف زيزو عايز قد ايه واديهوله وهنجيبه الزمالك ونجيبه الاهلي. كابتن محمود الخطيب رفض، عشان رفض الفكره اصلا ان اي راجل اعمال، كان بقى المستشار تركي الشيخ او اي لاعب تاني او اي راجل اعمال تاني يخش في الصفقه، في اي صفقه النادي الاهلي عامه. فانت الكلام ده اقسم بالله حصل، انا ما بقولش اي حوار وخلاص. كابتن محمود الخطيب رفض زيزو في قعده ما بين راجل اعمال والكابتن محمود الخطيب، علشان عندنا احنا ماشيين بسيستم، ما ينفعش ان احنا نغير السيستم ده. انت راجل هتحط سيستم من اول بدايتك، من اول الموسم مثلا، من اول يناير ده، من اول 2 يناير اللي احنا فيه دوت كنادي زمالك، والله العظيم هتبقى في حته تانيه خالص. ده نصيحتي لنادي الزمالك. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي، وكمان تعمل لايك واشتراك عشان يوصل لك جميع اخبار نادي الاهلي من قائمه الاهلي. وفي النهايه شكرا لدعمكم، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه بالليل. السلام عليكم.